النهاردة هعمل معاكم أسهل حلا على الإطلاق. عملت معاكم حلويات باردة كتير، ولكن النهاردة هنعمل حلا سهل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اسمه تراب الملوك، وطبعا اسمه تراب الملوك علشان شكله زي ما انتم شايفين كده، وطعمه حلو جدا كمان. الناس المبتدئة والناس اللي مكسلين والناس اللي مش عايزين يقفوا في المطبخ هيعملوا الحلا ده بسهولة جدا، لأنه ما بياخدش وقت خالص، بدون فرن وبدون بيض وبمكونات بسيطة متوفرة كلها في البيت. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنبتدي بطبقة البسكوت. أنا مستخدمة بسكوت عادي جدا، بسكوت ميري. استخدمت باكو ونص من البسكوت اللي هو بما يعادل 220 جرام. حطيته كده في محضرة الطعام وهطحنه طحنة كده خفيفة، وبعد كده هحط عليه اي نوع من انواع المكسرات واي كمية. انا حاطه نص كوباية من الكاجو، ممكن تحطوا سوداني او عين جمل او اي مكسرات متوفرة عندكم في البيت. وهنطحن بقى البسكوت مع المكسرات لحد لما يبقى ناعم خالص زي الرمل او زي التراب. طبعا ده تراب الملوك، فاكيد عشان خاطر كده فيه مكسرات في البسكوت ده بسكوت الملوك. ودلوقتي بقى هنجهز الطبقه الثانيه، وهي بتحتوي على الكريم شانتيه. هنحتاج عبوه من الكريم شانتيه، والعبوه اللي انا مستخدماها 150 جرام. يعني لو هتستخدموا الكريم شانتيه اللي هو السايب او اللي بتجيبوه من بره يبقى 150 جرام. هنحط عليهم كوبايه من اللبن الساقع، وعلبة من القشطة اللي هي قشطة الحلويات. وزن العلبة اللي أنا مستخدماها 170 جرام. انتوا ممكن تستغنوا عن القشطة عادي، ولكن هي بتدي قوام ونكهة مميزة جدا للخليط ده. وحطيت معلقة صغيرة من الفانيليا علشان خاطر النكهة. وهضرب بقى المكونات دي كلها مع بعضها لحد لما الكريم شانتيه يتماسك ويبقى قوامه ماسك نفسه كده. يعني ابقى ماشيه بالمضرب كده فيه، يبقى عامل مكان المضرب خطوط زي ما انتم شايفين كده. ولو رفعت المضرب لفوق يعمل معايا منقار، ويبقى المنقار متماسك. حطيت الكريمه بتاعتي في كيس حلواني، وعلى فكره مش لازم كيس حلواني، ممكن تحطوا في كيس مطبخ عادي، وممكن تحطوها على طول وترتبوها من غير كيس حلواني ولا حاجه، بس عشان خاطر الشكل الخارجي يبقى مظبوط. فانا استخدمت كيس حلواني علشان امشي من الاطراف كده الاول واوزعه وابتدي ادخل لجوه. وبالبنش سكريبر بتاعي كده وسعتها بس بحيث ان مبقاش فيه اي فراغات. وهحط فوقيهم طبقه من البسكوت بتاعي. على فكره مش لازم تحطوا مكسرات، انا اكيد قلت في الاول، انا مش فاكره، بس مش لازم تحطوا مكسرات، هي المكسرات بس تدي طبعا نكهه اضافيه ونكهه مميزه. ونفضل بقى نحط طبقه من الكريمه وطبقه من البسكوت وهكذا لحد لما نخلص الكميه كلها. قبل اخر طبقه كده سويت البسكوت كويس علشان طبقه الكريمه اللي في الاخر تبقى مظبوطه. واخر طبقه دي انا زودت الكريمه فيها شويه وخليتها توصل لحد اخر الصينيه بتاعتي. وبعد كده دخلتها التلاجة يعني لمدة نص ساعة تقريبا، بس علشان تمسك نفسها مش اكتر من كده، ولكن هي ممكن تتقدم على طول، ممكن تتعمل من قبلها بيوم. واخر حاجة زينتها بطبقة من الكاكاو. انا بحب جدا شكل الكاكاو فوق الحلويات من فوق، وبحب نكهة الكاكاو عليها، سواء كان كاكاو خام او كاكاو عليه سكر، هو عموما للتزيين هنا. وممكن ترشوا طبقة من البسكوت بدل الكاكاو. ده شكلها شايفين. طبعا مش عايزه اقول بقى طعمها عامل ازاي، هي حلاوتها في بساطتها، قد ايه بسيطه وقد ايه سهله وقد ايه مكوناتها كلها بسيطه، مبتاخدش وقت وما بتاخدش شغل كتير، وممكن تتعمل في اي وقت، وممكن تتقدم ويبقى شكلها حلو جدا للضيوف. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتلاقي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.